انا صحيت على المسج بتاعتك بجد، ربنا يخليكي ليا. انت بنت، انت صاحبه جدعه والله. ويخليكي ليا يا حبيبتي، وبعدين احنا صحاب، بلاش الكلام ده. عموما انا هلبس واستناكي تعدي عليا. يلا انا 10 دقايق وهبقى عندك. باي. تمشي انت؟ ما هو انا تلت ساعه عماله اتصل بيكي وما بترديش عليا ليه؟ اكيد اتصرفت، طلبت عربيه. اه انا كده. حاسه انه مش هيرد عليا تاني. معقوله اكون ضايقته في حاجه امبارح؟ حاسه انه هيسيبني بجد. ايه يا بنتي اللي انت عاملاه على الموبايل ده؟ اروح اعمل كوبايه شاي ارجع الاقي 16 مسد كول. معلش والله اني بكلمك كتير، انا عارفه ان انت اصلا ممكن تزهق مني وتسيبني بسبب الزن ده. وبعدين ارد على ايه؟ نفس الاسئله اللي قلت لك بطلي تساليها لي. انت هتسيبني؟ انت هتبعد عني؟ انا عملت لك حاجه؟ انت مش عايزه تبطلي ليه؟ ده 10 دقايق بعمل كوبايه شاي. بس انا عملت مشكله كبيره مع صاحبتي وعايزه احكي لك. ايه اخوكي بيقول لي من ساعه ما جيتي حابسه نفسك مش راضيه تطلعي تاكلي لقمه. طب اخويا ما قالكيش كمان ان انا قلت له مش عايزه اي حد يجي يتكلم معايا؟ ايه انت بتتكلمي معايا كده ليه؟ انا جاي اطمن عليكي على فكره. وبعدين مش كل شويه تيجي من بره تطلعي قرفك علينا. انا غلطانه ان انا باجي بعبرك اصلا. غلطانه ولا تيجي تعبريني؟ على فكره انت ممكن ما تتعبيش نفسك وانت تتكلمي معايا اصلا. انا اصلا ممكن اموت لكم نفسي وارحكم منك. حسب الحالة والهيستوري المريضة اتشخصت borderline personality disorder، اضطراب الشخصية الحدية. أهم سمة في الاضطراب ده إن الشخص بيعاني من حالة مستمرة من عدم الاستقرار، عدم استقرار في المشاعر، في الأفكار، في الأهداف، في العلاقات الاجتماعية، وحتى في الهوية. المشاعر بتاعته ممكن تنتقل من 0 ل100 ومن النقيض للنقيض في وقت قصير جدا. الشخص ده بيعاني إن هو دايما عنده أفكار إن هو يأذي نفسه، وممكن توصل بيه لأفكار انتحارية. ناخد بالنا الشخص ده لما يجي يعبر عن افكار دي ما نفكرش ان هو بيأفور او نحاول لفت الانتباه، لازم بسرعه ان احنا نوجهه لدكتور. انا عايزه افهم بقى مالك، كلنا بره صحينا على صوت المنبه وانت مش عايزه تقومي ليه؟ حتى اصحابك ولا بتردي ولا بتقابلي حد. طب الجامعه فيها هزار دي كمان، مش عايزه تروحي على جامعتك ودراستك ليه؟ ماما انا مش عايزه اعمل اي حاجه خالص، انا بس يا ريت تسيبيني انام والله هبقى كويسه قوي. ايوه يا ندى، لا على نفس الوضع طبعا. هيكون في ايه جديد؟ اللي بنبات فيه بنصحى فيه. انا وابوكي مشاكل قد كده بسبب مصاريف الجامعه اللي ما بتنزلهاش. صباح الخير، خمني ايه اللي حصل امبارح؟ فساتين كتير، لبس اكتر، اشتركت في الجيم، اخترت حته ويب سايت يا ماما هاخد منه كورس اونلاين. وعايزه اقول لك على حاجه، خارجه النهارده مع اصحابي مش شفتهمش من سنتين. اهدي، هو انت مفيش اي حساب لقراراتك؟ كتب كتير، لبس اكتر، هدفع جيم. هو الفلوس دي على فكره ملهاش عندك تمن؟ ولا انت اي فلوس تترمي في الارض عشان انت طقيتي في دماغك كده النهارده؟ حبيبتي ممكن تفهميني ايه اللي حصل في موضوع عربيه باباكي ده؟ انت بتساليني انا على العربيه؟ ده على اساس ان انتوا مخافتين ان انا اتعبس في الحيط؟ ده انا كان هنا عليكم انتوا كنتوا بتساليني فرامل العربيه كمان. انا بسوق العربيه كل يوم، كان فرامل العربيه مالها؟ خدوها هم واطلعوا بره. مين دول؟ انت لما هم يقتلوني طلعوا بره، طلعوا بره. فرامل ايه؟ وبعدين مين اللي عايزين يقتلوكي؟ احنا ما حدش معانا في الاوضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقني، بنتك جوه جات لها الحاله اللي جات لها السنه اللي فاتت. لا ما تقوليش دكاتره، هات لي شيخ وانت جاي، بنتك مش طبيعيه. لا اتفضلوا ارتاحوا. طبعا في ضوء الحاله والهيستوري المريضه اتشخصت بالاضطراب الوجداني الثنائي الكلي بايبولار ديس اوردر. اهم حاجه تعرفوها عن المرض ده حاجتين عشان تساعدوا المريضه. اول حاجه الاكتئاب او الدبريشن، ان المريضه زي ما قلت مش عايزه تروح الجامعه وبتنام اغلب الوقت. طب الحاله الانتقاليه عندنا الهايبومانيا، ان المريضه بتاخد قرارات مندفعه ما بتحسبش خطواتها، وطبعا عندها يعني افكار متضاربه كتيره جدا. تالت حاجه ودي اخطر واحده عندي المنيا، ان هي تجيلها هلوسه سمعيه وبصريه، تتخيل حاجات مش موجوده، تجيلها حالات فزع وهلع زي ما انتوا جبتوها لي. اهم حاجه عندي ان لما تكون في الحاله دي نجري على المستشفى، مش ان احنا نروح بيها على الدجالين ولا نفي بيها على الشيوخ. يا جماعه الامراض النفسيه والعصبيه والعقليه ما هياش دجل ولا سحر.